بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الخطاب التاريخي والمؤسس لعالم جديد، الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ودعا فيه يهود العالم إلى إنقاذ أوكرانيا، وقال إن روسيا الآن تحارب اليهود وتستهدف القضاء عليهم وإبادتهم كما كان يفعل هتلر بالضبط عندما كان يقود ألمانيا. وحديثه للأمانة صحيح، روسيا وبوتين فعلا يستهدفان اليهود ويريدون إبادة اليهود، هذا حقيقي. واليهود مرة أخرى يلعبون الدور المهم في التاريخ، ومرة أخرى سوف يساعدون المسلمين. هل اليهود ساعدوا المسلمين من قبل؟ نعم ساعدوا المسلمين، لكن دون أن يقصدوا يعني. لكن لما سمعت هذا الخطاب أتوقع عدة أمور. أتوقع أن أوكرانيا يجري احتلالها، كييف تسقط، ربما واحتمال ضعيف أنه مدينة لافيف في غرب أوكرانيا تنجو، أنه الجيش الروسي سيصل إلى الحدود التركية، الجيش الروسي ومعه الصيني سيدخلون الجزيرة العربية، ثم السيناريو اللي موضوع يعني بعد ذلك يجري هزيمة الروس وطردهم من أوكرانيا، وتتفكك روسيا وتحطم الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا كما جرى في برلين يحدث في موسكو، وتولد الأمة الأوكرانية. نحن أمام عالم جديد، كما أن خطاب بوتين مؤسس، خطاب زيلينسكي أيضا مؤسس. تعالوا نسمع ما قاله زيلينسكي وهو بيتحدث أنه الجيش الروسي بيتعمد قصف الأماكن الدينية لليهود، وبيتعمد قصف الأماكن التي فيها جثث اليهود، فيقول أن التلفزيون الأوكراني كان في مكانه جثث يهود وتم بناؤه فوقه، مكان كذا كان فيه يهود والجيش الروسي يقصفه. تعالوا نشاهد. في أول يوم للحرب قصفت مدينة أومان، المكان الذي يذهب إليه الآلاف من اليهود للصلاة، وبعد ذلك بابنيار، المكان الذي قتل فيه الآلاف من اليهود. فأنا أوجه كلامي إلى يهود العالم، ماذا يحدث؟ فمن الضروري ألا تصمت الآلاف عن هذه الحرب، فالصمت بداية نزية. لذلك عليكم أن ترفعوا صوتكم احتجاجا على قتل المدنيين الأوكران. أنتم قتلتم ضحايا هولوكوست مرة أخرى. خلال فترة الحكومة السوفيتية تم بناء المركز التلفزيوني على جماجم ضحايا الهولوكوست، وقد تم بناء المباني الأخرى لمحو تاريخ هذا المكان. ولكن لماذا قصفوا هذا المكان؟ هذا العمل الغير أخلاقي. هذا القصف يؤكد على أن الروس يجهلون مدينة كييف وتاريخها، وهؤلاء الناس لا يعرفون شيئا عن عاصفتنا وتاريخنا، ولديهم أوامر لمحو تاريخنا. نبدأ أولا مثلا بقناة الجزيرة، قالت الرئيس الأوكراني أطالب كل يهود العالم بعدم الصمت على مقتل الأوكرانيين. هنا في قناة الحرة زيلينسكي يناشد يهود العالم لرفع الصوت، روسيا تستعد لمحونا. هو قال في كلام محونا نحن اليهود ومحو الشعب الأوكراني اللي هو مسيحي أرثوذكسي. نحن إذن أمام صدام بين الكتلة اليهودية الأمريكية اللي هي الأنجلو ساكسون وبين الكتلة الأرثوذكسية اللي تمثلها روسيا. دي الحرب العالمية الثالثة يعني. لماذا هو صحيح؟ يقول كما كان في هتلر الكاثوليكي اللي محى اليهود وقتل منهم الملايين أو الكثير، في بوتين الأرثوذكسي. وعشان نفهم الصورة دي، العقيدة الأرثوذكسية، المذهب الأرثوذكسي المسيحي الذي تؤمن به روسيا والتي بوتين يقوم بإحيائها، تقوم على فكرة أن اليهود قتلوا المسيح. كما نشاهد أنه المسيح وفقا للرواية المسيحية جرى صلبه
والرومان دقوا المسامير في ايديه وقتل على الصليب، يعني تركوه حيا وسمروا يديه ورجليه وتركوه ينزف حتى مات في البرد القارس إلى آخره يعني. طيب من اللي واقفين في المشهد هنا؟ هؤلاء اليهود. ده وفقا للرواية المسيحية. نحن كمسلمين لا نؤمن بهذا، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وأنه لم يصلب ولم يقتل. المسيحيين الأرثوذكس ومنهم بوتين يؤمنون بتوارث الذنب، يعني أبوك قتل فأنت يجب أن تقتل بذنب أبيك، ولو جدك رقم 20 قتل يجب أن تقتل. ففي التاريخ المسيحي الأرثوذكسي في روسيا قتل الكثير من اليهود، وفي تاريخ أوروبا الكاثوليكية قتل الكثير من اليهود، ولذلك في هذه البلدان ستجدون أنه في قانون لمكافحة السامية، ولو في واحد نطق بكلمة في أوروبا ولا في أمريكا عن اليهود بيدخل السجن. طب في العالم الإسلامي وإحنا بلادنا محتلة، والإعلام الناطق بالعربي أو الناطق بالكردي أو الناطق بالتركي أو الناطق بالباكستاني كله إعلام تحت السيطرة اليهودية أصلا، يعني كله يدار من الخارج. رغم ذلك مسموح حتى تنتقد إسرائيل ولا تهاجم إسرائيل عادي، ما بيقولش حاجة، بل هم عندهم ما فيش مشكلة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للمسلمين عندهم حرام قتل اليهود وحرام قتل المسيحيين وحرام قتل أي إنسان على أساس دينه. فيقول لك المسلم مختلف معنا في الدين، لكن هل سمعتم ان المسلمين قتلوا اليهود؟ لا، في التاريخ الاسلامي، بل كانوا اليهود هم الاثرياء والاغنياء واقرأوا الكتب اللي كتبها المؤرخين اليهود وهم يتحدثون عن هذه الامور. احنا كنا عايشين في العالم الاسلامي في حاله من التسامح، واقرأوا ما كتبه المؤرخين المسيحيين عن ما فعلوه هم في يعني حتى الحملات الصليبيه القادمه للعالم الاسلامي كانت لما تمر على مكان فيه يهود تقوم بقتلهم ثم تكمل وبعدين تصل إلى العالم الإسلامي. ومن هنا خطورة أن بوتين يريد إحياء كنيسة أرثوذكسية، ولذلك بوتين في خطابه الذي أعلن فيه الحرب على أوكرانيا قال إن هدم إمبراطورية روسيا التاريخية هي مؤامرة من الأقلية، يقصد اليهود، أنه روسيا كانت ستحتل اسطنبول وتحتل شرق تركيا طبقا لاتفاقيات سيكس بيكو، يعني ما كان يوجد دولة اسمها تركيا أصلا، لكن حدث ثورة شيوعية اللي قام بها لينين وتروتسكي وستالين، وغالبية من قادوا الثورة كانوا يهود شيوعيين يهود يعني، وحكموا الاتحاد السوفيتي، وذلك غالبية حكام الاتحاد السوفيتي كانوا من اليهود الشيوعيين. فأقول لا، احنا بقى مفروض نعيد التاريخ بأهله الرجعي. طب هو لو عمل الإمبراطورية المسيحية الكبيرة اللي هو بيتكلم عنها هيبدأ يقتل في اليهود، دي مسألة منطقية يعني. ومن هنا زيلينسكي واقف ضده وكل يهود العالم واقفين ضده، واحنا بنشاهد البنوك والشركات حتى سويسرا اللي على الحياد اعلنت انها لم تعد على الحياد. طيب اللي كان بيقوم بالدور ده مين يا جماعه؟ هتلر. ما هتلر كاثوليكي، والمذهب الكاثوليكي يقوم على فكره ايضا ان اليهود قتلوا المسيح ويجب قتلهم بدم المسيح. نفس الفكره اللي عند الشيعه انه المسلمين السنه قتلوا الحسين، والحسين كان مسلم سنه وابنه اسمه ابو بكر وعمر وعثمان يعني. طيب خلاص، اللي موجودين في كربلاء ودول كانوا شيعة اصلا، او يعني شيعة اتباع سيدنا علي، وهم الذين قتلوا الحسين. ما علاقه شخص في اليمن بتقتله ليه؟ او شخص في باكستان ما له علاقه بقتل الحسين؟ لم يكن قد دخل الاسلام اصلا. توارث الذنب نفس ماخوذه هذا من المذهب الشيعي، ماخوذه من المسيحيه. عكسنا كمسلمين اللي احنا بنؤمن ان الجريمه شخصيه، اللي هي لا تزر وازرة وزر أخرى. أبي قتل، أنا ما تعاقبنيش، أنا ماليش دعوة، روح اقتله، لكن أنا ماليش علاقة. هتلر كان نفس الموضوع، إن هو كاثوليكي وكان له عداء لليهود إلى آخره. إذا بعد تصريحات زيلينسكي أعتقد أن هذه الحرب كان يراد بها فعلا أن روسيا تدخل أوكرانيا. لماذا؟ لخلق فكرة القومية الأوكرانية، لخلق فكرة الأمة الأوكرانية. الآن لا يوجد شعب أوكراني، لا توجد أمة أوكرانية، لا توجد قومية أوكرانية، فنحن نريد أن نخلق قومية أوكرانية. وهتجد دايما يعني اللي كتب في القومية العربية أو القومية كذا، دائما الكتابات الأولى عن أي قومية بتجد مفكر يهودي، مش اليهود، واحد منهم. المهم، ففكرة القومية، ولذلك الآن
القومية الأوكرانية تولد على يد من؟ زيلينسكي. زيلينسكي هو المنقذ للشعب الأوكراني، وزيلينسكي أتوقع طالما قال هذا الخطاب أنه سيقتل، يعني أتوقع أنه سيتركونه العالم حتى بوتين يقتله، فيتحول زيلينسكي إلى بطل وإلى رمز، وتوضع تماثيله في كل مكان، والجماهير تؤدي له التحية، ويكون هو في نشيد الصباح، وزيلينسكي في الآخر أعتقد هيوصلوا له يعني. الذي يجري في أوكرانيا الآن أن الشعب الأوكراني مسيحي أرثوذكسي. من عدوه؟ من الذي يقتله؟ أخوه المسيحي الأرثوذكسي. طب من الذي ينقذ الشعب الأوكراني الآن؟ اليهود هم الذين يقومون بإنقاذه، واليهود يقاتلوا في الجيش الأوكراني، والمسلمين يقاتلوا في الجيش الأوكراني، والإسرائيليين بيقاتلوا في الجيش الأوكراني. وضع غريب، صح كده؟ إذا ليكن ولائنا وانتمائنا كأمة أوكرانية أو شعب أوكراني لأرضنا وليس لديننا، لأن اللي كان من ديننا اللي هم الروس قتلونا، وأنتم تشاهدوا الروس الآن بيقتلوا الأطفال في أوكرانيا والنساء وبيرتكبوا كل هذه الجرائم، وجرائم بالصوت والصورة. احنا لما ندقق على خطاب بوتين، انتبهوا قبل هذه الحرب ماذا الرواية الروسية للصراع هي نفسها الرواية الأوكرانية، يعني هم ليسوا مختلفين. ماذا قال بوتين للشعب الروسي؟ لماذا أدخل أوكرانيا؟ قال نحن أمة مسيحية أرثوذكسية، والأوكرانيين مسيحيين أرثوذكس، احنا من نفس الدين، ونحن من نفس العرق، نحن من العرق السلافي، ونحن نتحدث نفس اللغة، لأن اللغة الأوكرانية واللغة الروسية أصلا من لغة واحدة اللي هي اللغات السلافية يعني، وتاريخنا واحد. أوكرانيا هذه كان المسلمين يحكموها، المسلمين المغول اللي هم تتار القرم، القبيلة الذهبية وتتار القرم والدولة العثمانية. وقال نحن الذين طردنا هؤلاء المسلمين من أوكرانيا وجعلناها مسيحية، وأسمينا أوكرانيا روسيا الجديدة. فبقول نحن أنتوا يعني موجودين بفضلنا، وإحنا شعب واحد وأمة واحدة. طب الأوكران ماذا يقولون؟ يقولون نحن من أسسنا روسيا، وكيف كان اسمها كييف روس، وإن إحنا المسيحيين الأرثوذكس، وإن لغتنا الأوكرانية اللغة الأصلية واللغة الروسية طلعت منها. يعني خلي بالك هم متفقين إيه؟ إحنا واحد، ولكن هو مين يحكم التاني؟ لكن العقلية إيه؟ إن إحنا نتحد، بس كيف مين يحكم الآخر؟ وضحت الفكرة؟ فإذا لابد نفك المسألة دي عشان نخلق فكرة الإيه؟ القومية. هنا كما تشاهدون على الخريطة هنا دولة اسمها كييف روس. كييف في أوكرانيا يسمونها أم المدن الروسية. هذه مملكة كييف روس. انظروا، كانت موسكو قرية صغيرة فيها، والدولة الروسية عاصمتها كييف. فمين اللي انشق ومين البنت العاقة وكذا؟ فالأوكران بيقولوا روسيا دي الابنة العاقة لنا. بالضبط كان انجلترا وأمريكا. الأمريكان هم انجليز بالأساس يعني، أو بريطانيا اللي أسست أمريكا، ولكن هي الآن أصبحت إيه؟ عاقة لها يعني. فهم بنفس الموضوع، فحصل إيه؟ حصل تقسيم. فهم بقى الخناقة والحرب قبل الآن كيف تقول إحنا اللي نحكم، وموسكو تقول إن إحنا إيه؟ نحكم. إذا نحن نريد توليد القومية، يبقى في حاجة اسمها القومية الأوكرانية. لما نعمل القومية الأوكرانية سيصبح حلم إقامة روسيا التاريخية المسيحية الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية مستحيلا. كيف؟ كي نولد القومية ونجعل أي شعب يصبح قوميتين، ماذا نفعل؟ نعمل أول حاجة اسمها الحرب. دائما لو نظرتم إلى أي فكرة قومية ستجدونها تستند إلى حرب. يعني مثلا فكرة القومية الكردية بتقوم على أساس إيه؟ حرب. إنه المخابرات الروسية وهذه عاملين حزب الشيوعي أرميني اسمه الحزب العمالي الكردستاني البي، وبيحارب. فهنا بيقتل هنا مسلمين وهنا بيقتل مسلمين، فيقولوا قتلونا الأكراد قتلونا الأتراك. فالحرب بتعمل إيه؟ بتقسم الشعب الواحد. وفي نفس الحكاية هنيجي للأتراك والعرب. أنه كاتبين لهم في كتب المدرسة التركية العرب حاربونا. طب أنت لو شلت فكرة الحرب، لو شلت حكاية أن العرب حاربونا واللي كتب صح في كتب التعليم التركية، فكرة القومية التركية تنتهي. طيب، فأول حاجة فكرة الحرب وهنأتي لتطبيقاتها.
اللي هي بتجعلهم ينقسموا، فبتولد القومية. الفكرة الثانية فكرة اللغة. الآن روسيا وأوكرانيا بيتحدثوا لغة واحدة، كلاهما من اللغة السلافية، وهذه لهجة وهذه لهجة تحولوا إلى لغات. طيب هذه اللغة معناها احتمال الشعبين يتوحدوا، نعمل إيه؟ نقسم اللغتين. فلذلك كما تشاهدون ده المخطط الروسي، أن روسيا تريد أن هي تضم بيلاروسيا وهي عمليا ضمتها، وتريد تضم أوكرانيا، وبعد أوكرانيا تنطلق إلى بلغاريا وصربيا والبلقان وحتى اليونان، لأن كل هذه الدول سلافية وبيتحدثوا نفس الحروف تقريبا، ولغتهم كانت في الأصل واحدة، بخلاف اليونان لها وضع خاص يعني. طب إذا نحن كي نمنع قيام الإمبراطورية الروسية الضخمة دي ماذا نفعل؟ نقسم اللغة. أهو نقوم عاملين بقى في لغة أوكرانية وفي لغة روسية، من خلال ان احنا نغير حروف. يعني ذلك اعتقد بعد هذه الحرب اوكرانيا هتغير الحرف، يبقى حرف لاتيني بدلا من الحرف الروسي. ولذلك في العالم الاسلامي لو تنظرون هتجدوا انه العالم الاسلامي كله، من الفلبين كان المسلمين لهم دولة في الفلبين، وفيتنام كان المسلمين دولة في فيتنام، حتى السنغال والنيجر والبانيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك والصومال، كل المسلمين يكتبون بالحروف العربية. طب لما أوروبا احتلتنا وروسيا احتلتنا، فالبلاد الإسلامية اللي هي تبعتها إنجليزية كتبت بالحروف الإنجليزية، والبلاد الإسلامية المحتلة من روسيا مثل كازاخستان قرغيزيا كتبت بالحروف الروسية. فهو جزء إن هو يمنع تواصل المسلمين. يعمل إيه؟ أنا عاوز أخلق قومية، بقسم اللغة. ولذلك هتجدوا هذه الأيام ويكيبيديا والفيسبوك ماذا فعلوا؟ عملوا حاجة اسمها اللغة المصرية. احنا في حد في مصر طالب باللغة المصرية؟ لا، احنا عندنا لهجة مصرية عربية أصلا، ولا نريدها تتحول للغة. لكن هو الويكيبيديا قاعدة تنفق أموال ضخمة كي تجعل كل المواد العلمية عليها باللهجة المصرية، ولا أحد طلب منها هذا أصلا. السودان، أوروبا بتنفق أموال ضخمة لتحويل اللهجات إلى لغات. عملاء المخابرات في وزارة التعليم، في كل وزارة تعليم في دولة إسلامية فيها ناس تعمل حساب المخابرات الأجنبية، بيحولوا اللغات المحلية إلى لغات مكتوبة وبيدخلوها في مناهج التعليم وبيدرسوها. ليه؟ عشان نعمل قومية، نقسم الشعب إلى قوميتين، كما جرى في حالة روسيا وأوكرانيا. كان فيه لغتين، اللغة الأوكرانية واللغة الروسية، كل الشعب الأوكراني يفهم روسي. ماذا حدث؟ هذا التنوع اللغوي، كان لغة أوكرانية ولغة روسية، الآن صدر قانون أنه ممنوع اللغة الروسية، هي لغة رسمية واحدة. هذا صحيح، لأن هذا يحافظ على وحدة الدولة. الدولة لو فيها لغتين رسميتين أو بتدرس في مناهجها لغتين يبقى ستنهار وتقع فيها حرب أهلية. فانظر في مدارسك وفي كتب التعليم بتاعتك وفي وزارة التعليم عندك، إذا كانت بتدرس لغتين داخل بلدك وتقول لك إن هذا شعب وهذا شعب، يبقى أعرف إن وزارة التعليم دي بتقود البلد لحرب أهلية. مسألة وقت يعني، احنا راكبين القطار إلى محطة الحرب الأهلية وانهيار الدولة. أنا أتوقع بعد انتهاء هذه الحرب سوف يتم تغيير الحرف في اللغة الأوكرانية إلى الحرف الإنجليزي أو اللاتيني. يعني إحنا بنعمل قومية أوكرانية في عداء تاريخي وفي لغة مختلفة، وأيضا بنعمل دين جديد. كما نعلم أن الأوكرانيين والروس كنيسة واحدة. ما الذي حدث؟ على طول عملوا كنيسة هي. هنا في صحيفة الشرق الأوسط بطريركية أوكرانيا تنفصل رسميا عن الكنيسة الروسية، والرئيس الأوكراني السابق اللي هو قبل زيلينسكي قال إن هذا يشبه يوم الاستفتاء على استقلال أوكرانيا. يعني أنت يا عم، هو الشعب الأوكراني يهمه أصلا المسيحية، ولا بيدخل الكنيسة، ولا بيقول جاء في الإنجيل، ولا أي حاجة. لكن دايما جزء إن احنا لنا دين ولكم دين، احنا كنيستنا غير كنيستكم. ولذلك عمر ما تركيا وإيران اتحدتها خالص. ليه؟ لأنه تركيا سنة وإيران شيعة، فنتحد ازاي؟ لكن تركيا ومصر اتحدتها وليس جارتين. تركيا وتونس البعيدة اتحدتها، تركيا والجزائر اتحدتها. بسبب ايه؟ الدين واحد. ولذلك هتجدوا في حالة المسلمين الأكراد
كل الميليشيات الشيوعية اللي بتحارب من أجل إقامة دويلة كردية كلها بتؤمن بإيه؟ بالزرادشتية أو الأرمينية أو السريانية. يعني ولما حد بيروح يتطوع معاهم بيقولوا تعالى احنا سيبك من محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، خليك في زرادشت نبي الأكراد. ليه؟ لأنه هو عاوز يعمل دين آخر غير الإسلام، لأنه الإسلام هو اللي بيربط. الإسلام بيعمل إيه؟ وأنا عملت حلقة من قبل هم قايلين إن الإسلام عامل لنا مشكلة، إن الإسلام بيخلي المسلمين الأكراد متداخلين مع العرب والأتراك. فممكن بعد يومين تجد رئيس تركيا كردي عادي جدا لأنه مسلم زينا، وممكن تجد رئيس العراق كردي عادي جدا. ومصطلح الدين الأيوبي كان كردي وحكم مصر وحكم سوريا وحكم العراق، حكمها بالإيه؟ بالإسلام. طب هو لو كان زرادشتي صلاح الدين الأيوبي ما كانش حكم، لم يكن المصريين يتقبلونه ولا السوريين ولا أي شيء. آخر حاجة عشان نعمل القومية الأوكرانية ونحطم الحلم الروسي هو ولادة القومية الأوكرانية. كما نشاهد بيستخرجون القومية الأوكرانية من الأرض. إن احنا عاوزين نعطي هذا الشعب تاريخ. نعطيه إيه؟ تاريخ. نعطيه يبقى في حرب ولغة ودين وهنجيب له تاريخ. طيب فلذلك تلاقي البعثات الأوروبية دي بيفحروا حالا في أوكرانيا بيطلعوا آثار. تجد فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد يأخذون أموال من المواطن السويدي ويقولوا احنا هننقب عن الآثار في مصر، سننقب عن الآثار في تركيا، سننقب عن الآثار في المغرب. يا عم والله الفلوس دي وفرها لشعبك أحسن. يقول لك لا سننقب هنا. بتعمل إيه؟ بتحقق؟ يقول لك احنا بنطلع قومية جديدة، بنوجد آثار. احنا عاوزين نقول إن في أدلة تاريخية أن الشعب الأوكراني مختلف تماما عن الشعب الروسي. وطبعا كما نحفر ونقول وجدنا أدلة أثرية تفيد كذا كذا، وأن اللغة الروسية، يعني هم الآن سيحفرون مثلا فيجدوا حجر ولا سكينة ولا ملعقة مكتوب عليها بحروف ما. يعني شخص من السويد، الجماعة الفايكنج، كان متجه إلى تجارة مع الدولة العباسية ومعاه سيفه وعليه كتابات ما، وقع في هذه المكان. فهؤلاء هيطلعوا السيف أمام الكاميرات. صور الشعب الأوكراني كان هذا السيف يخص الشعب الأوكراني وله لغة مختلفة، وهو اتضح أنه مش روسي، هو في جزء حقيقي أنه وجد السيف في المكان وبعد كده هيلصقوا بالشعب الإيه؟ الأوكراني أو بالشعب المصري إلى آخره. زي يقولوا إحنا في مصر إيه؟ نحن فراعنة. في كتب ألفها علماء مصريين مسلمين عن اللغات في العهد الفرعوني إلى الآن ممنوعة النشر. يعني بتتكلم عن أمور وقعت من 7000 سنة، يعني ولا لا أي علاقة بالموجود حاليا. كل دور نشر في نشرها. لماذا؟ لأنها تقول أن اللغات القديمة في مصر هي لغة عربية، وأن المصريين القدماء كان عندهم أنبياء وكانوا مسلمين وكان عندهم كتب سماوية. فيقول لك لا احنا عاوزين الفراعنة وثنيين. أيها المصري جدك كان كافر، وما هي مش مشكلة كان جد كافر يعني، لكن افخر بأن جدك كافر، افخر بكفر جدك. لكن لو اتضح ان جدك كان مسلم ما احنا عندنا جدنا صلاح الدين الأيوبي وجدنا قطز وجدنا عمرو بن العاص، فلماذا نقفز على كل هؤلاء؟ يعني دايما هتجد الآثار في العالم الإسلامي بتقفز ما قبل الإسلام. وفي تركيا تجد المسلسلات بيتكلم عن ايه؟ ما قبل الإسلام. طيب حتى في مسلسل سعودي هيتعمل عن ذكار الحرب بين العرب والفرس قبل الإسلام. طب يا جماعة في حرب أصلا بين المسلمين والفرس، معركة القادسية بقيادة الصحابي الجليل سيدنا سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب، قالوا فيها إسلام ممنوع. وضحت الفكرة؟ لأننا بنخلق قومية. طيب هذه الخريطة مهمة جدا، بترينا لماذا المفكرين اليهود أوجدوا فكرة القومية. لأنه لما ننظر في ظل الحكم الخاص بالأديان بيكون اليهود مضطهدين. طب في ظل حكم القومية لا، اليهود بيكونوا بيمارسوا حقوق سياسية. يعني أنت بفضل القومية زيلينسكي وهو يهودي أصبح رئيسا لأوكرانيا. طيب لو هو أوكرانيا دي بقى بتقوم على الحكم الكنسي المسيحي الأرثوذكسي، ده كان زمان الكنيسة قتلت زيلينسكي وقالت له في واحد في القدس من 5000 سنة قتل المسيح ولا بتاع ولا أي حاجة. فكان زمان زيلينسكي ده اضطهد وحصل إبادة اليهود في أوكرانيا. يعني العالم إلى 200 سنة فقط مضت
كان تقسيم ديني. فهنلاقي انه كان في ادي العالم الاسلامي، ادي حدوده باللون الاخضر حدود دينيه، اللي بالاخضر مسلمين. طيب والامبراطوريه البيزنطيه ارثوذكس، يعني دين عامل دوله، المسلمين اسلام عامل دوله، الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه البيزنطيه الارثوذكسيه عامله دوله. طيب الكاثوليكيه عامله الدوله، هذه الدوله الامبراطوريه الرومانيه المقدسه. نيجي هنا على باريس واخن دي في المانيا وباريس في فرنسا، كانوا دوله واحده، شعب واحد. لكن الان اذا انت قلت لفرنسي انت اصلك الماني يضربك، واذا قلت الالماني انت اصلك فرنسي يضربك، ويكرهان بعض كراهيه شديده. ما الذي جرى؟ حصل في البدايه انقسام حرب. ابناء شارلمان قسموا البلد ثم تعاركوا على الحدود كما يحدث بين الدول. فعشان يحشد جيشه بدأوا يغيروا ويعملوا اللغة الفرنسية، وهؤلاء أصبحوا يعملوا اللغة الألمانية. يعني اللهجة اللي في ألمانيا تحولت إلى لغة، واللهجة اللي في فرنسا تحولت إلى لغة. ثم جاءت البروتستانتية، بقى في مذهب، بقى فرنسا كاثوليك وألمانيا هيصبح نصها بروتستانت إلى آخره. فهتبدأ فالحرب أوجدت شعب اسمه فرنسا هو مش موجود، وشعب اسمه ألمانيا. هم جاءت اللغة، أنا فرنسي وأنت ألماني، هم أصلا واحد. فده بيورينا كيف فعلت الحرب. طيب تعالوا أيضا الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هنجدها هي دعت لإيه؟ لفكرة العرق، القومية، وتدمير الدين. وذلك تجدوا كل فكرة قومية دايما أول مفكر كتب فيها كان شخص يهودي. اتنين كان بيقول استبعدوا الدين من النطاق العام، أو يعني خلوها علمانية، محدش يتكلم عن الدين. ولذلك هتجدوا شعار الثورة الفرنسية كنا خلاص قولوا احنا فرنسيين وخلصنا، يعني ايه المشكلة احنا فرنسيين؟ لا، انما هي جاءت بالعداء للمسيحية، وذلك جرى إغلاق كنائس كثيرة إلى آخره. وكما تشاهدون في هذه الصورة انه شعار الدولة الفرنسية الآن امرأة هي اللي بترفع علم فرنسا. لماذا وليس رجل؟ يعني فرنسا ليس فيها رجل شجاع، إنما هي المسألة عكس الموجود في المسيحية والإسلام، أن القوامة للرجل والرجل هو الذي يقود ويحكم. يبقى عكس فكرة القومية، عكس الإيه؟ عكس المسيحية وعكس الإسلام. وهتجدوا المرأة عارية الصدر، يعني ما فيش امرأة في باريس تسير في الشارع عارية الصدر، ولكن هي الشعار إن إحنا إذا كان إحنا المسيحية بتقول النساء ترتدي الحجاب، وهم كنا يرتدين الحجاب فعلا المسيحيات، يعني لا احنا ضد المسيحيه. وهذا اللي هيجري في العالم الاسلامي، انها تجد ايه؟ فرض حظر حجاب، النسوان لابد تلبس فوق الركبه وتلبس هكذا وكلام من هذا القبيل. يعني نيجي على القوميه بين بريطانيا وفرنسا. في الاصل ما فيش حاجه اسمها شعب بريطاني ولا في شيء اسمه شعب فرنسي. اللي حصل انه هجره من فرنسا لبريطانيا، هجره ويليام الفاتح، والسلالة اللي كانت حاكمة بريطانيا دي سلالة فرنسية. وحتى اليوم في فرنسا في إقليم اسمه بريطانيا يعني. فما الذي كيف ولد الشعب البريطاني وجاءت القومية البريطانية والشعب؟ حصل حرب. فلأنه ويليام الفاتح لما دخل هاجر من فرنسا إلى بريطانيا كان له ممتلكات هنا. فرنسا بقى تنتها تضرب في ويليام الفاتح في الإنجليز، والإنجليز يضربوا في الفرنسيين. هذه الحرب أدت إلى إيه؟ إلى أن الأسرة الحاكمة في بريطانيا هي أسرة فرنسية تمنع التحدث بالفرنسية. احنا الحرب أول حاجة الحرب، ثم ثانيا قسمنا اللغة، وجاءت باللغة البريطانية أصلا من يعني دي لهجة تخص رعي الغنم ولا كذا. الإنجليز قبائل بريطانية يعني قبائل بسيطة ما عندها لغة أصلا، فاستدعوا ناس من أوروبا اكتبوا لنا حروف وأخذوا كلمات. يعني اللغة البريطانية 70% أو 65% من كلماتها دي كلمات أجنبية، يعني لغة فقيرة جدا. فأصبح في عندنا القومية البريطانية. تبقى الدين، راح الملك البريطاني فصل الكنيسة وعمل لك مذهب لوحده. فأصبح من المستحيل أن بريطانيا وفرنسا تتحدا،
لسنا شعبين، احنا أعداء، حاربنا بعض، ديننا مختلف، لغتنا مختلفة، وهنجيب علماء الآثار ينبشوا أنه العرق الفرنسي مختلف عن العرق الأنجلو ساكسون. نأتي بعد ذلك للدولة العثمانية. أدي الدولة العثمانية، شاهدنا كما ذكرنا أنه يأتي واحد مسلم تركي يروح تونس البعيدة يحكمها، ويروح الجزائر البعيدة يحكمها، وينزل في إريتريا يحكمها، وينزل في الصومال يحكمها. لدرجة مرة فيه ملك في الصومال اعترض على السلطان العثماني، الشعب الصومالي ثار وخلعه ومن غير ما السلطان يرسل جيش، في حين هي تركيا ما قدرتش تحكم إيران أو الدولة العثمانية بسبب الدين مختلف، اللغة مختلفة، في حرب بيننا، الحروب كثيرة جدا. وهنا بقى هنيجد ان احنا فرس وانتم اتراك، يعني دي اللي هنخترعها. يعني ايه؟ لانه اصلا متحلل الاتراك طول عمرهم بيحكموا ايران، فانت لو حللت دم الشعب الايراني هتجد في اعراق تركيه كثيره جدا. فكره القوميه دخلوها عند العرب ودخلوها عند الاتراك. عند الاتراك نجحت، عند العرب فشلت. لماذا؟ ادي حدود تركيا يا جماعه، تركيا بقت في الشمال. الاتراك دخلوا في مناهج التعليم عندهم لجنه فولبرايت الامريكيه أن العرب حاربوكم في الحرب العالمية الأولى وخانوكم، وهذا سبب هزيمتكم في الحرب. والإنسان لا يغفر لمن يطعنه في ظهره، لمن يغدر به. الإنسان يغفر لمن؟ لمن يحاربه وجها لوجه، تغفر لعدوك، لكن أخوك أو صاحبك واللي بيطعنك من ظهرك لا تغفر له. فلذلك المسلسلات كلها والأفلام والأغاني والكتب التعليمية، لأنه تركيا فيها دولة عميقة بيقودها حزب التشناق الشيوعي الأرميني حتى اليوم. حكومة تركيا أردوغان والبرلمان بيحاولوا يحكموا الدولة، بقى لهم حصة من حكم الدولة، لكن لا يزال حزب التشناق الشيوعي الأرميني هو الذي يحكم تركيا حتى اليوم. طيب قالوا لهم إيه؟ العرب خانوكم. فطبعا دي طبعا ضد الإسلام، إن الرسول من العرب الخونة، اللغة العربية لغة الخونة، ولذلك السوريين دول ناس لماذا لا يدافعون عن أرضهم؟ فهنا خلقوا فكرة القومية التركية. طبعا عندنا في العالم العربي كتبوا لنا، هي نفسها لجنة فولبرايت الأمريكية كتبت لنا الأتراك ظلموكم، ولكن هذه الفكرة فشلت. يعني فكرة القومية العربية فشلت وانهارت بسبب أنه الناس حتى لو اعتقدنا أن هم ظلمونا، فالناس بتنسى من ظلمها. يعني ما قالوش الأتراك خانوكم، فالكذبة عندنا صغيرة، يعني كذبة عند الأتراك. الأمر الثاني طبعا أنه التيار الإسلامي بيعتبر الدولة العثمانية ممثلة الإسلام، فالطعن في الدولة العثمانية طعن في الإسلام، فدافع عنها. طيب بالإضافة إلى أنه غالبية المؤلفات مكتوبة بالحروف العربية، فبيسهل بالنسبة لنا نعرف اللي حصل في إيه التاريخ. طيب فهكذا جرى خلق فكرة القوميات لتقسيم الدولة العثمانية. نأتي إلى أخيرا الآن تجري محاولة لخلق القومية المصرية. إحنا خلاص تعدينا مرحلة الأمة الإسلامية قرر تقسيمها، دخلنا في قومية عربية وتركية، هم اخترعوا قومية كردية، والآن يريدون اختراع قومية مصرية وقومية سعودية. بينما الشعب المصري نيام في أمان الله والدنيا هادئة، استيقظنا ذات صباح أنه السيسي سلم السعودية جزيرتين، اللي هم جزيرتين احنا مش عارفين هم فين على الخريطة، يعني ولا حد في الشعب المصري يعرف اسمهم. هنا اسمهم تيران وصنافير، وكما تشاهدون هنا فلسطين. يعني إذا السفن الإسرائيلية بتيجي تمر منين؟ من هنا، من عند الجزيرتين. فالمسألة أكبر من مصر وأكبر من السعودية، والسعودية لم تطلب الجزيرتين أصلا، لا قدمت طلب ولا جت محكمة العدل الدولية ولا حتى قالوا في الإعلام ولا أي شيء. طب يا جماعة إيه اللي حصل؟ لماذا أعطيتم الجزيرتين والجزيرتين السعودية أخذتهم بدون أن تدفع قرش واحد؟ وهي حتى لم تأخذهم، يعني هي على الورق أخذتهم، لكن هل الجيش السعودي في الجزيرتين؟ لا. طب الجيش المصري في الجزيرتين؟ لا، إن الجزيرتين منزوعتين السلاح. طب إيه بقى المشكلة؟ كانوا محيرين من الجزيرتين. المشكلة إن إحنا عاوزين نوجد حرب بين مصر والسعودية، عاوزين نقول، وده اللي حصل. الشيوعيين قالوا لا، الجزيرتين مصريتين، ما كانش في بلد اسمها السعودية أصلا. وهناك بقى الناحية التانية في السعودية، لا إحنا أخذنا من المصريين الجزيرتين، إحنا السعودية العظمى، ومصر دي دولة ليس لها قيمة. إشعال الضغينة والبغضاء، حتى يقول أنا مصري وهو سعودي. طب من قبل ما نقول أنا مصري وهو سعودي كنا نقول نحن مسلمين، نحن أمة واحدة. طب مسألة اللغتين، الشعب المصري إحنا مسلمين وهم مسلمين،
الشعب المصري يتحدث اللغة العربية والسعودي يتحدث اللغة العربية. فدخلت الويكيبيديا والمدارس والفيسبوك. الفيسبوك الآن أقول له ترجم لي التغريدة يقوم يترجمها بالعامية المصرية. أنا ما طلبتش. وليه تتعب نفسك يا فيسبوك وتترجم عامية مصرية وتحط يعني قاعد هو يدخل قاموس للعامية المصرية وقاموس للعامية السعودية وقاموس للعامية الليبية. لماذا؟ ده تكلفة عليك يا فيسبوك، تكلفة عليك يا ويكيبيديا. ما تجعلها باللغة العربية، وكلنا بنتكلم نتحدث اللغة العربية ونكتب بالعربي ونفهم بالعربي والقرآن بالعربي. فعملوا لهجة سعودية كتبوها، دي الخطورة. والمصرية أيضا نفس الموضوع. حلايب وشلاتين مصرية ولا سودانية؟ وأنا طلعت وقلت لا مصرية ولا سودانية، إسلامية. لأن لا أعترف إن في دولة اسمها مصر ولا في دولة اسمها السودان. مصر والسودان بلد واحدة، ومصر والجزيرة العربية بلد واحدة، ونحن أمة واحدة. والله في القرآن الكريم يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فاللي يقول في أمة مصرية ولا أمة سعودية أنا بقول له أنت خلي بالك أنت ضد القرآن الكريم. ولذلك لما قامت ثورة يناير وخلعنا مبارك في مصر طلعت كم هائل من الأغاني، لأنه بدأ التيار الإسلامي ينشط ويقول الشعب المصري شعب مسلم. فعلى طول أجهزة المخابرات طلعت أغاني ارفع راسك فوق أنت مصري. أهو ارفع راسك فوق أنت مصري. وهنا حتى طلعوا شيخ يقول ارفع راسك فوق أنت مصري. أنا رفعت راسي أهو. إيه اللي حصل يعني؟ أنا مصر أيوة. طيب وبعدين يعني أصبح لي 3 أذرع؟ أصبحت أطير يعني؟ يعني ما أنا إنسان يعني. واحد هذه تشبه إيه؟ بقول لك إيه؟ أنت تشرب الماء. ارفع راسك فوق أنت تشرب الماء. ارفع فوق راسك فوق أنت تتنفس الهواء. أيوة يعني إيه أنا مصر أحسن من باقي الناس يعني؟ الجندي المصري أقوى جندي في العالم. الإنسان المصري أذكى إنسان. لا من مصر أم الدنيا. من قال أن مصر أم الدنيا؟ طلع أوكرانيا أم الدنيا والعالم كله مهتم بأوكرانيا. فستجدون أنهم قالوا لكل شعب خدعة. بلدكم أهم بلد في العالم. شعبكم أحسن شعب في العالم، أذكى شعب في العالم. مش عارف خرافات. ليه؟ هدف إيه؟ هو بيقول لك ليه أنت مصري أحسن حاجة، أحسن ذكي وكذا. إحنا أصلا دولة ضعيفة يعني سكانيا وجغرافيا. مفروض إن إحنا نتحد مع السعودية ونتحد مع السودان وليبيا عشان نحمي نفسنا. روسيا الضخمة لم تستطع حماية نفسها الآن. روسيا 17 مليون، 17 مليون. وانت مصر 1 مليون غلبان مسكين فقير. فهو بيقول لك لا انت عارف انت عندك انت سرطان وبتموت، يقول لك انت قوي، انت لا تذهب الى المستشفى حتى تموت. فلذلك ما يحدث في اوكرانيا الان له تداعيات مهمه. قل هنا ان اليهود بيلعبوا دور مهم في التاريخ، ولعبوا دور مهم من قبل في خدمه المسلمين دون ان يقصدوا. مثلا اذكر لكم بعض الامور يعني سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا سكان المدينة المنورة اعتنقوا الإسلام الأنصار ولم تعتنقه قريش؟ بسبب اليهود. قريش الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام. قريش دول شيوخ، الرسول عمره 40 سنة. قريش دول 60 سنة و70 سنة. فأنت لما شاب عنده 40 سنة يذهب لشيء راجل كبير، أنت لما تذهب إلى راجل أكبر منك في السن وتقول له أنا تفكيري صح لن يسمع لك أصلا. لكن في المدينة المنورة ماذا جرى؟ جرى حرب بغاث قبل الإسلام ب5 سنوات. كل القادة بتوع قادة المدينة المنورة كلهم قتلوا بعضهم البعض، فتبقى الشباب. الأمر الثاني أن اليهود في المدينة المنورة مهدوا العقل الباطن لسكان المدينة المنورة تقبل الإسلام. اليهود يقولوا نحن بنؤمن بالله، نحن عندنا كتاب من الله التوراة، نحن عندنا رسول من الله أو أنبياء سيدنا موسى والباقي الأنبياء بني إسرائيل. فهم مهدوا نفس إن سكان المدينة بقى فكرهم نشأوا إنه فيه ناس تؤمن بهذا، فبالتالي هم يتقبلوا إن فيه نبي يوحى إليه من السماء وعنده كتاب اللي هو القرآن. والأخطر إن اليهود ظلوا يقولون لسكان المدينة المنورة سيخرج نبي ويقودنا ونحكمكم. فلذلك لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء الإسلام، سكان المدينة قالوا إذن هذا هو النبي الذي كان يحدثنا عنه اليهود. فاعتنق سكان المدينة المنورة الإسلام. لكن اليهود كانوا يقصدوا خدمة الإسلام؟ لا، ولا كانوا يعلمون إن الرسول هيأتي الآن. ولذلك ربنا حجب الغيب عن الناس، لأنه الناس بتلعب دور في التاريخ مهم دون
أن تدري، يعني أنت تقعد تخطط، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. وتكرر الأمر في فتح الأندلس، إنه اليهود والأندلس بيحكمها مسيحيين، فكانوا يذبحون اليهود تذبيحا قتلة المسيح. فاليهود ماذا فعلوا؟ انضموا للمسلمين لإنقاذهم من هذه الكارثة. وهذا الذي يجري في أوكرانيا، إن لو بوتين وروسيا دخلت أوكرانيا سيصبح اليهود ذبحا. طب اليهود ماذا فعلوا؟ قالوا لا 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 لا، هاتوا المسلمين بتوع الشيشان وتعالوا احمونا. سبحان الله في دورة التاريخ. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاستماع إلى كتاب تاريخ اليهود، ومؤلفه دكتور في الجامعة الأمريكية يهودي، وستجد أنه لا يتحدث أبدا عن حصل اضطهاد لليهود. أنا قرأت كثير من اللي كتب عن تاريخ اليهود في العالم الإسلامي لمؤرخين يهود، ما فيهم واحد ادعى أن اليهود اضطهدوا على يد المسلمين. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وهنا فهرس فيديوهات على اليوتيوب، أرجو الاستماع إليها، رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأهمية في مجال التاريخ، وأرجو منكم أن تشتركوا في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.